ما حصل بعد مقتل الحسين سلام الله عليه، حيث يكون الحسين واصحابه سلام الله عليهم اجمعين مستشهدين قد فارقوا الدنيا، ولا مجال لهم بطبيعة الحال للدفاع عن انفسهم والاخذ بحقهم وبيان ظلاماتهم والاقتصاص من اعدائهم. ولولا موقف زينب سلام الله عليها وكلامها واعلامها وخطاباتها لانطمست ثورة الحسين عليه السلام واندرجت في طي النسيان وكأنها لم تكن. فكان لا بد في الحكمة الإلهية أن تنضم تلك الثورة الكبرى والتضحيات الجليلة إلى هذا الجانب الإعلامي المركز لكي يثمر ثمرته وينفع الأجيال بأثره كما قد حصل.